السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة شيوات خديجة ام وليد. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم حرشه سائله في المقله الثقيله، كتجي رائعه وهشيشه بزاف، مكوناتها بسيطه واقتصاديه. نتمناها اخواتي تنال اعجابكم وتوجدوها. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديال اليوم دعموني بلايك، هكا راكم كتشجعوني باش نزيد نعطي اكثر. بارطاجيو الوصفه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه شاركوا وفعلوا الاشتراك بالضغط على الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المكونات وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجوا لكمكونات. عندي هنايا 500 غرام ديال السميده الرقيقه الخاصه بالحلويات، السميده اللي كنوجدوا بها الحرشه. وغادي نحتاجوا لواحد الساشي ديال الفاني، واحد الساشي ديال الخماره من فئه 8 غرام. عندي هنا كاس الا ربع ديال السكر سنيده اولا السكر الحبيبات، والعبار دائما بالكاس ديال العنبه. كاس الا ربع ديال الزيت، العبار دائما بالكاس ديال العنبه، ونص لتر ديال الحليب. بسم الله، ندوزو مباشره للطريقه اللي ساهله بزاف. خديت هنا السميده، غادي ندير عليها مباشره الزيت، وغنحاول هكايا نبسبسها، ندخل فيها هاد الزيت هذا. انا خدمتها هنا بالطراب اليدوي، يمكن لكم تخدموا هكا غير بيديكم، تدخلوا فيها الزيت مزيان. غادي نضيف هنايا واحد رشيشه ديال الملحه. انا تقريبا هنا درت راس معلقه صغيره ديال الملحه، كتبقى على حسب الذوق ديالكم. زدت عليهم الفاني، وزدت عليهم الكاس ديال السنيده، كاس الا ربع ديال السكر سنيده، ونخلط مزيان حتى كينسجموا هاد المكونات مع بعضياتهم. وكنبقى نزيد في الحليب بشويه بشويه. غنضيفوا هنايا الكميه ديال الحليب كامله، نص لتر ديال الحليب مع نص كيلو ديال السميده. صافي، انا هنا راني فرغت الكميه اللي عندي ديال الحليب كامله. كنخلط مزيان حتى كينسجموا ليا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. كما كتلاحظوا معايا راه تيكون الخليط هكايا سائل، لكن انا راني غادي نخليه يرتاح. ضروري هنا كتخليوها ترتاح واحد شويه، واحد المده ديال 2 دقائق. كيف ما كتعرفوا السميده راها كتشرب اي سائل درنا فيها، راه غادا تشرب لينا. عاد من بعد غنضيف عليها الخماره. هنايا من بعد ما دازت عليها المده تقريبا ديال 2 دقائق، شوفوا معايا راها تقالت السميده، راها شربات لينا الحليب. ضفت عليها الخماره، نخلط مزيان حتى كندخلوا هاد الخماره مزيان. كنخلطوا مزيان، وغناخذ هنا المقله الثقيله اللي دهنتها بالزيت ورشيتها بالسميده غليظه. كندهنوها مزيان بالزيت وطرشوا ليها السميده الغليظه. هنا كنحتاجوا السميده غليظه باش كنصايبوا الكسكسو. رشيتها مزيان بالسميده غليظه، ونرشوا هاد الجناب حتى همايا بالسميده الغليظه. كنغطيو المقله ديالنا مزيان، ودابا مباشره غادي نفرغوا فيها الحرشه ديالنا السائل، الخليط اللي وجدنا ديال الحرشه السائله. كنفرغ الخليط ونقاد ليها الوجه ديالها. نحاولوا هكايا كنسرحوها بواحد المعلقه ولا سباتولا، هكايا نسرحوا ليها الوجه ديالها مزيان باش كتاخذ لينا الشكل ديال المقله. وغادي نحتاجوا عاوتاني السميده الغليظه، نرشوها هكايا من الفوق. نرشها مزيان بالسميده الغليظه. في هاد الوقيته هادي راني شعلت الفران. كان ضروري هنايا تسخنوا الفران. شعلت الفران باش يسخن. غادي ندخلها الفران اللي يكون بطبيعه الحال سخنتوه من قبل. كنشعل عليها غير من التحت حتى كتبان لكم راها باش الطياب ديالها من التحت كتبان لكم بدات كتحمر من الجناب. عاد كتشعلوا عليها من الفوق باش كتكمل الطياب ديالها، وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي محمره، كتجي رائعه بزاف. غادي نقطعها لكم كيف ما عودتكم دائما. ضروري ما نوريكم الشكل ديالها كيفاش كيكون من الداخل. يمكن لكم هنا الا بغيتوا تسقيوها بالسيرو ديال الليمون اولا بالعسل اللي تكونوا هكايا ضفتوا ليه واحد شويه ديال الماء باش كيولي سائل، اولا السيرو اللي تكونوا وجدتوه بالماء مع الحامض والسكر. كيبقى لكم الاختيار. يمكن لكم تسقيوها باش تقطعوها. تيكون هذا هو الشكل ديالها. راها كتجي رائعه رائعه بزاف. شوفوا معايا راها كتجي عاليه، كتجي هشيشه، اللون ديالها كيجي زوين، كتجي محمره.
كتجي لذيذه بزاف. توجدوها الكوتي الفطور. نتمنىها اخواتي تنال اعجابكم وتوجدوها. ما تنسوش تدعموني بلايك الفيديو. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه شاركوا وفعلوا الاشتراك ديالكم بالضغط على الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات. والى الملتقى في القريب ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.